من سنتين كده كان في شيف مسؤول عن مطعم اختفى فجأة. المطعم قفل يومين كده وفتح بعدها بشيف جديد، بس الطعم اتغير تماما. زباين المحل لاحظوا ان في صوت خربشة بيطلع من المطبخ كل ما الطاسة تسخن، كأن في حد محبوس جوه الحيطة بيحاول يخرج. المباحث لما دخلت تفتش بعد بلاغات الجيران الكتير جدا عن انهم بيسمعوا اصوات غريبة بالليل جوه المطعم ده، ملقوش اي اثر لا لدم ولا لخناق ولا لاي حاجة خالص. بس لقوا حاجة اغرب، لقوا في طاسة فاضية محطوطة على النار، والنار ولعة لدرجة ان الطاسة دي بدأت تسيح، والريحة اللي شمنها ريحة توم وكبدة وخل وبهارات متبلة، كأن في حد لسه طابخ حالا مع ان الطاسة فاضية. العجيب انهم لما فكوا السيراميك ورا البوتاجاز لقوا خزنة صغيرة مستخبية وجواها مذكرات الشيف اللي اختفى ده. كان كاتب في آخر صفحة: هم مش عايزين الوصفة، هم عايزين الطاسة نفسها، لأن هي اللي بتعرف تطبخ لوحدها. أنا النهاردة استعملت طاسة شبهها بالظبط ونفس الريحة بدأت تظهر. تفتكروا الشيف راح فين؟ ولا هو لسه واقف جنبي دلوقتي بيشوفني حطيت ملح قد ايه؟